كلنا غشين يا عيني، كلنا جوانا اتنين، بننام بالليل ملايكة وبنصحى شياطين. الناس حوالينا في كل مكان، ناس بتحبنا، ناس بجد يهمهم أمرنا، وناس تانية مش مهتمة بوجودنا أو يمكن حتى بيكرهونا. إحنا مش جايين النهاردة نتكلم على دول نيتهم واضحة والتعامل معاهم سهل ومباشر. إحنا النهاردة جايين نتكلم على ناس ب100 وش، اللي تبقى صاحبتك وحبيبتك وفي أقرب فرصة تبيعك بأقل سعر ممكن، صاحبك وحبيبك اللي طلعت بيه من الدنيا، اللي اكتشفت في الآخر إن كل ده بس كان بيستغلك. أنا جاي النهاردة عشان أقولك تكشفهم إزاي، لأن مهما كانت الأشخاص دي بارعة في إتقان أدوارها فهم برضو بيتهزوا، والماسك اللي لابسينه دايما بيكون فيه شروخ كشف وشهم الحقيقي اللي مخبيينه. الناس دول بيسربوا مشاعرهم الحقيقية بدون ما يقصدوا، وده بيظهر في تعبيرات وشهم، في نبرة صوتهم، حركات أجسادهم. لغة لو قدرت تتعلمها هتبقى ملك اللعب، هتقدر تفهم اللي قدامك وتحمي نفسك من غدره، بل إنك أنت كمان هتقدر تلعب دورك وتلبس القناع المناسب، لأن في النهاية الناس بتحكم بالظاهر، والنجاح في الحياة بيتحدد بدرجة تصديق الناس ليك. وعشان كده خليني أحكي لك حكاية مهمة جدا. ميلتون إريكسون شاب لطيف عنده 17 سنة. في يوم صحي من نومه لقى جزء من جسمه ما بيتحركش، وبعدها بساعات الشلل بدأ ينتشر في باقي جسمه. الدكاترة اكتشفت وقتها انه عنده شلل أطفال اللي كان منتشر في الفترة دي. ميلتون كان نايم على السرير لكنه منتبه وسامع، حس بغصة شديدة في قلبه لما سمع الدكاترة بيكلموا والدته وبيقولوا لها ابنك بكرة هيكون ميت. وقتها فضل يطلب من والدته طلبات غريبة شوية، حركي الكومودينو هنا شوية وهاتي التسريحة هنا شوية. كانت بتنفذ كلامه لكنها كانت فاكراه بيهزي من التعب. لكن ميلتون هو بس كان حابب يشوف انعكاس الغروب من المراية اللي يمكن آخر مرة يشوفه فيها، وقال لنفسه زي ما الشمس بتغيب وتاني يوم بترجع يمكن أنا كمان أرجع فتح عيوني تاني. ونام ودخل في غيبوبة لمدة 3 أيام، لكنه لما فاق ما كانش قادر يحرك أي جزء من جسمه إلا بس عيونه. ما كانش قادر يحرك شفايفه، ما كانش قادر يتكلم أو حتى يشاور بإيده، عينه بس كانت شايفة اللي حواليه. ميلتون كان محجوز في البيت وعنده 7 اخوات بنات بيهتموا بيه ويرعوه، وبما انه مش قادر يتحرك او يتكلم فبدأ يراقبهم في صمت، بدأ يسمعهم هما بيتكلموا، بدأ يشوف حركة وشهم ونبرات صوتهم. ميلتون بقى يسمع منهم كلمة لا ب16 طريقة مختلفة، كل واحدة بنبرة وشكل ووش مختلف. بدأ يلاحظ حاجات ما كانش بيلاحظها وهو بيتحرك، ازاي مثلا لما حد بيتوتر عروق رقبته بتتحرك، ازاي مثلا لو واحدة من اخواته كانت بتمشي ايديها ببطء على شعرها تبقى زهقت ولو بسرعة تبقى مركزة، ازاي نبرة الصوت بتختلف لما حد يحب يستلف حاجة مثلا. بقى يستمتع بكل حوار بيسمعه، وبقى يتحدى نفسه يفهم كل حاجة من اول كلمتين. ميلتون فهم ان في لغة تانية، لغة بتحكيها العيون مش الألسنة. ولما خف بعد سنين من العلاج قرر انه يبقى طبيب نفسي، ونهج نهج مختلف تماما عن باقي الدكاترة اللي كانوا بيركزوا على الكلام بس، أما هو فكان بيركز على الجسد، وخصوصا لغة جسد الستات لأنه عاش معاهم طول عمره. كان يقدر يعرف إزاي فلانة بتخون جوزها من مجرد مشيتها، كان بيقدر يعرف ميول ورغبات كل شخص من مجرد حتة وبر بينضفها من على كمه. ميلتون ما كانش بيخمن، لكنه كان بيقرأ حركات بتحكي كتير عننا من غير ما ناخد بالنا. الشلل اللي حصل لدكتور ميلتون كان ممكن يهد أي حد، لكنه كان نقطة التحول اللي غيرت نظرته تماما عن العالم. ميلتون لاحظ ان الاشخاص كل ما بتكبر في السن بيزيد انشغالهم بنفسهم وبتقل قدرتهم على ملاحظة غيرهم، حتى انه في مرة جاب مجموعتين من اللي بيتدربوا في المستشفيات وطلب منهم انهم يراقبوا سيدة كبيرة على سرير ويتوقعوا يعني هي مريضة بايه. فضلوا 3 ساعات يراقبوها، لكن ولا واحد خد باله ان الست دي ملهاش رجلين. الست كانت رجلها مبتورة من تحت الغطا ومحدش لاحظ ده. الناس مخها مليان بتفاصيل يومها اللي ما بتخلصش، لدرجة انهم ما بقوش قادرين يلاحظوا حاجات واضحة جدا في الاشخاص اللي قدامهم. تعرف ان 65% من التواصل ما بيننا وبين بعض بيحصل بدون كلام، لكننا للأسف ما بنقدرش ناخد بالنا غير من 5% بس منه. كلام كتير بيتقال عشان يغطي على حقائق مكنونة جوانا، لكن صدقني الجسد ما بيعرفش يكتب. من واحنا اطفال واحنا بنتعلم نضحك لو عايزين حاجة من اهلنا، نعيط لو محتاجين اهتمام، بنبدل في شخصيات اكتر من الهدوم اللي بنلبسها، كل ده عشان نقدر نعيش. فافهم ان كلنا لابسين وشوش وده مش عيب، لكن اوعى تصدق الوشوش بسرعة. خليك فاهم اللعبة وراقب الملامح، لاحظ وتعلم تفك شفرة مشاعر الناس، خليك ممثل له حضوره وتأثيره. تعال بقى أعرفك تعمل كده ازاي. أول حاجة ما تستعجلش أبدا، لاحظ الناس كأنك بتتفرج على فيلم، وبعدها سجل كل اللي انت لاحظته، نبرة صوته اللي بتعلى فجأة، طريقة وقوفه،
ايده بتتحرك ازاي. اهم حاجة تبان مرتاح، ما تبانش انك قاعد تمتحنه، لانه لو حس انك بتراقب تصرفاته مش هيعرف يتصرف على طبيعته. بعد كده ابدأ حدد الوضع الطبيعي للشخص عشان تقدر تحدد التغيير. في ناس طبعهم هادي وساكتين اغلب الوقت، وناس تانية بتتحرك وتضحك كتير. بعد كده ابدأ تابع الناس وهم بيتعاملوا مع اشخاص مختلفة. شوفوا مع مديره، شوفوا مع واحد بيحبه، مع واحد مش بيطيقه. التغييرات اللي هتلاحظها هتساعدك كتير جدا انك تفهم اللي حواليك. هتقدر تفهم لغة معقدة وملهاش قاموس، لكن اوعى تفسر اشارات غلط بسبب مشاعرك تجاه الشخص. اوعى تشوف عليه علامات اعداء لمجرد انك بتكرهه. لو شاكك ان في حد بيغير منك او بيكرهك، جرب تقول قدامه خبر حلو حصل لك، وشوف ازاي وشه هيتغير قبل ما يلحق يلبس القناع. التغيير ده بيبقى لحظة، ولازم تكون سريع جدا في ملاحظته. واذا كنت حابب تعرف اذا كان الشخص ده بيحبك او معجب بيك ولا لا، فركز على العين. بؤبؤ العين بيوسع تلقائي لما يشوف حد بيحبه، وهكذا. كل حركة، كل سكوت، كل نظرة ليها معنى، ومع الوقت هتقدر تفهم المعنى ده كويس وتقدر تنتصر في لعبة الحياة. وبس، لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك وتشترك في القناة. اشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.